لو كملت الفيديو ده للآخر، في حاجة واحدة بس هتتغير، مش في حياتك ولا في ظروفك، لكن في طريقتك في التفكير. ولو الطريقة دي اتغيرت، كل اللي بعد كده هيتغير لوحده، حتى لو مش دلوقتي. الفيديو ده مش هيقولك تعمل إيه، ولا هيديك خطة، ولا هيوعدك بنتيجة سريعة. بس لو فهمت اللي جاي، هتعرف ليه في ناس بتوصل من غير ما تحس، وفي ناس بتفضل مكانها سنين. خليني أبدأ قصة بسيطة جدا، لكن معناها تقيل. تخيل معايا مكعب تلج قدامك على ترابيزة. الأوضة ساقعة، نفسك طالع بخار، والحرارة 25 درجة فهرنهايت. بعد شوية الحرارة تعلى 26، 27، ولا حاجة بتحصل. المكعب ثابت، ساكن، كأنه مش موجود. 28، 29، 30، برضو ولا أي تغيير. 31، لسه ولا حاجة. وبعدين توصل الحرارة ل32، وفجأة من غير إنذار، من غير صوت، المكعب يبدأ يدوب. السؤال هنا مهم قوي، هو إيه اللي حصل؟ هل درجة 32 كانت مختلفة؟ ولا الحقيقة إن كل الدرجات اللي فاتت كانت بتتراكم وإحنا مش شايفين؟ التغيير الحقيقي نادراً نادراً بيبان لحظة ما بيبدأ، هو بيبان لحظة ما يوصل للحد. وده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا. انت بتبدأ تجرب، تحاول، تلتزم، تقرأ شوية، تتمرن شوية، توفر شوية، تتعلم حاجة جديدة. وبعد فترة تبص وما تحسش بحاجة، فتقول أنا بعمل كل ده على الفاضي، وترجع زي ما كنت. انت ما فشلتش، انت بس وقفت قبل 32. خليني أقولك رقم مخيف شوية. لو قدرت تتحسن 1% بس كل يوم، بعد سنة هتبقى أحسن من نفسك 37 مرة. مش 37%، 37 ضعف. وفي المقابل، لو كل يوم تسوق 1%، كسل بسيط، تأجيل، قرار صغير غلط، مش هتحس ولا هتقلق. بس بعد سنة هتلاقي نفسك تقريباً ولا حاجة. الخطر مش في الغلطة الكبيرة، الخطر في الغلطة الصغيرة اللي بتتكرر. علشان كده العادات البسيطة مش بسيطة، هي أخطر حاجة في حياتك. خليني أديك صورة تانية. طيارة طالعة من مدينة رايحة مدينة، والطيار غلط 3 درجات بس، مش شمال جامد ولا يمين جامد، 3 درجات بالكاد تتحس. في أول الرحلة ولا أي فرق، بس في الآخر الطيارة توصل مكان تاني خالص. نفس الطيارة، نفس الوقود، نفس المسافة، الفرق كان الاتجاه. قراراتك اليومية كده، عادة صغيرة، اختيار بسيط، كلمة، تصرف، مش بيبان بس بيحدد انت رايح فين. علشان كده مش مهم انت ناجح دلوقتي ولا تعبان، المهم انت ماشي على أنهي طريق. واحد غني بس بيصرف أكتر ما بيكسب، اتجاهه غلط. واحد مفلس بس بيوفر، اتجاهه صح. النتائج بتضحك علينا، العادات هي الحقيقة. فلوسك نتيجة عادات، وزنك نتيجة عادات، تفكيرك نتيجة عادات، حتى علاقاتك نتيجة تصرفات صغيرة بتتكرر. مفيش حاجة بتحصل فجأة، الزمن بيكبر كل حاجة، الكويس والوحش. عادة كويسة الزمن يخليها كنز، عادة سيئة الزمن يخليها مصيبة. يمكن انت حاسس انك واقف، بس الحقيقة انك ممكن تكون لسه تحت 32، وكل اللي محتاجه انك تكمل، مش تغير كل حاجة، بس تغير الاتجاه. افتكر دايما ان النجاح مش سباق سرعة، النجاح صبر على عادة لحد ما الوقت يبقى في صفك.
وسيب السؤال ده معاك